بيبدأ الفيلم بولدين بيعانوا من الوحدة والسنجلة، وملهمش لا حبيب ولا قريب ولا غريب. اسمهم جاري وايت، وكانوا بيبصوا على مزتين في التمرين بتاعهم، ويا عيني بيتخيلوا انهم بيسهروا معاهم، وحاجة تقطع القلب. لا، واللي يحزن اكتر ان في ولدين لبط وقفوا وراهم وهم شغالين تخيل، وبيضحكوا على الهبل اللي عمالين يحكوا فيه. ولما زهقوا منهم شدوا شرطات جاري وايت لتحت، والبنات وقفوا التمرين علشان يشوفوا العار. وحاول وايت يعتذر، انا معرفش على ايه بالظبط، فجاري حط ايده على بقه واتكلوا على الله. وبعدين بنشوف وايت في بيته، واهله كانوا سافروا يومين جمصة علشان يغيروا جو، فجاري راح يبات عنده، منها تسلية ومنها يبطشط عليه. وهما بيتفرجوا على التلفزيون جاري اتشد قوي البرنامج علمي، وجت في دماغه فكرة يجي ب1,000,000 دولار، وهي انهم يعملوا زي فرانكشتاين بتاع افلام الرعب، ويخترعوا بني ادم، بس المرة دي تبقى ست وحلوة، منها تبقى تسلية ومنها يعيشوا معاها حياتهم. وايت الفقري كالعادة رفض الفكرة، فحاول جاري يقنعه، ومن غير مجهود كتير ضعف وايت ووافق. وبدأ الشابين في عملية ابتكار مزة السنين بتاعتهم، وفتحوا المجلات وقعدوا يختاروا أحسن مناطق في جسم كل واحدة متصورة فيها، وبعدين دخلوها في الكمبيوتر اللي المفروض يخترع لهم الست بالطريقة دي. منتهى التقدم العلمي بصراحة. لا، وجابوا عروسة لعبة وحطوا فيها بطارية ووصلوها بالكمبيوتر، وولعوا الشموع ولفوا راسهم وقعدوا مستنيين رزقهم، ولا كأنهم مستنيين المدام تخرج من غرفة عمليات الولادة. وضغط وايت على زرار انتر أخيرا علشان الدنيا تتشقلب حالها، ومحدش فاهم ايه اللي جرالها. وابتدت السحب تحمر وتطلع إشعاعات، وحصلت عاصفة، والطاقة اللي في المكان رشقت في قلب العروسة اللعبة. وطبعا الشابين خافوا، فواحد منهم فصل الكهرباء فورا، لكن فضل الوضع مهبب برضه، ومسك جاري عصاية وابتدى يضرب في الكمبيوتر، ولا اللي بيضرب فار في حمام بيتهم. والغريبة ان العصاية اتكسرت، والجهاز فضل ما شاء الله سليم معافى. المهم انهم قالوا ما بدهاش بقى، مسكوا الكمبيوتر شخصيا وهيلا بيلا حدفوه من الشباك، وبصوا على العروسة اللعبة ما لقوهاش في مكانها اصلا. بعدها انفجر الباب وظهرت واحدة حلوة، وده بيثبت ان خطة العيال الاشقية نجحت يا ولاد اللعيبة. وجاري وايت ما كانوش مصدقين نفسهم، وزاد استغرابهم لما البنت قالت لهم ها يا حلوين، تحبوا تعملوا فيا ايه بالظبط؟ بعدها بنلاقي الولدين والبنت بياخدوا شاور جماعي بس باحترامهم الحقيقة. وبنشوف جاري وايت في يوم تاني اخر شياكة من وجهة نظرهم، وبيستعدوا علشان يطلعوا رحلة مع البنت اللي اخترعوها. واول ما بيطلعوا من الباب البدل بتتحول وبيبقوا آخر شياكة، بس المرة دي بجد. وبتسوق البنت العربية ومعاها الشابين، وبيسألوها منين العربية الحلوة دي، اوعي تكوني سرقتيها. فبتقول لهم بابتسامة خبث أنا أقدر آخد أي حاجة عايزاها. بعدها بتقول لهم انتوا نسيتوا حاجة بسيطة، إنكم تسموني. أنا لحد دلوقتي لا مؤاخذة في الكلمة البنت اللي ما تتسماش. فبيختاروا لها اسم ليزا على اسم حبيبة جاري القديمة، وبيروحوا على ديسكو. وجاري بيقول لها ان اللي بنعمله ده مش تمام، لاننا ما وصلناش للسن القانوني لسه. فليزا الخبيثة بتقول له ما تقلقش وانا معاك، وبتطلع بطاقة مزيفة بتثبت ان جاري عدى ال21 سنة. بعدها بتقعد ليزا وجاري مع مجموعة رجال افاضل اكبر منهم يجي ب100 سنة كده، وبيعزم واحد منهم على جاري بشوب بيرة، راجل كبير وبيفهم في الاصول. واول ما صاحبنا بيشرب بيبدأ يحكي قصص الحب والخيانة اللي تعرض لها، وحاجة آخر نكد، وبيقع على الأرض وهو مش في وعيه. وبياخده صاحبه وبيقول له كفاية فضايح لحد كده. وبتسأل ليزا وايت يا ترى هيقول إيه عنها لأخوه الكبير، فوايت بيطمنها وبيقول لها ما تقلقيش أنا مش هقول حاجة أصلا. بعدها بتفكر ليزا في حل لأخوه المتنمر. بعدها بنشوف الأخ المتنمر شخصيا واللي اسمه تشيب، كان واقف بيزعق لوايت علشان اتأخر كأنه خلفه ونسيه، وبيهدده انه هيقول لأبوه وأمه لو ما طلعش 175 دولار كاش على الصبح. ونعم الأخ والسند الحقيقة. ولما شاف الصحاب سوا رخم عليهم. المهم حط وايت صاحبه جاري في السرير وخرج يلاغي في ليزا، وباسوا بعض وكل واحد راح لحاله. والصبح الشابين كانوا بيسألوا نفسهم هو اللي حصل امبارح ده كان بجد ولا حقيقي. وفي اللحظة دي بتنادي ليزا عليهم علشان يفطروا، فبيعرفوا ان اللي حصل امبارح كان بجد وبرضه حقيقي.
وبينزل وايت وهو ساتر نفسه بلبس من الصديقة ليزا، وبيحكي لها عن أخوه اللي عايز منه قتاوة، وبيطلب تفكر معاه في طريقة سحرية تنقذه بيها. فبتقول له بلا سحرية بلا سحلية يا عم، خد موقف، انت نو كرامة خالص كده. وهنا بيدخل الأخ الرخم وبيقول له فين الفلوس، ويا إما تجيب الفلوس يا إما هاخد منك أعز ما تملك. كان يقصد جهاز التسجيل بتاع وايت يعني. بعدها بيخرج الشباب مع ليزا وبيروحوا مول وبيتكلموا مع بنت بثقة، وليزا كانت بتشتري حاجات. وفجأة ظهر العيلين الرخمين إيان وماكس وبيدلقوا على وايت وجاري العصير. بعدها بيشوفوا ليزا على السلم وبيمشوا وراها وبيقولوا لها على فين يا جميل، احنا في الخدمة. فبتقول لهم لا الحقيقة أنا مستنية ناس. وبيجي جاري بالعربية علشان ياخدها، وبتبوسوا ليزا قدام العيال علشان تحرق دمهم. وبعد ما تركب بتعزمهم على حفلة في بيت وايت وبتمشي. وطبعا وايت قال لها حفلة ايه وكلام فارغ ايه، لازم نلغيها، ده انا لو اهلي عرفوا هيشنيروني. فليزا بتقول له ما تقلقش انا هتصرف. وبتطلع بعدها على بيت جاري علشان يخرجوا، وبتقابل ابوه وامه علشان تقنعهم يحضر الحفلة المنتظرة. والاب اعصابه فلتت وقال لها امشي من هنا يا مجنونة بدل ما بلغ البوليس. فليزا اللي طلعت مجنونة فعلا هددته بالمسدس. فعم الحاج جاب ورا ووافق ان ابنه يحضر الحفلة عادي جدا. وجاري كان متضايق لان عارف ان ابوه هيحط عليه بعد ما يرجع. وليزا بتطمنه لانها عملت لهم تعويذة تخليهم مش فاكرين اصلا اللي حصل. وفي بيت وايت قعد الشباب مستنيين وصول الناس، ولما جرس الباب رن اكتشفوا ان الشعب كله عايز يحضر الحفلة. وايت يا ولدان ما استحملش ووقع، والمدعوين دخلوا يشربوا ويرقصوا. وليزا ما قصرتش معاهم في حاجة بأمانة، ووصل إيان وماكس ومعاهم صاحباتهم هيلي ودب. ووايت جاله إسهال من كتر التوتر، وجاري كان معاه بيسانده. وهيلي ودب كانوا بيتفسحوا في البيت وخبطوا عليهم في الحمام. ففتح جاري ولما لقاهم في وشه قفل على طول. بعدها حس إنها قلة ذوق منه وقال لهم اتفضلوا بيتكم ومطرحكم. وتعرفوا على بعض في قلب الكنيف. ووايت وجاري كانوا متوترين، والبنات طلبوا منهم يسيبوهم على انفراد شوية. فدخل الولدين مكان الدش علشان يسيب لهم مساحة من الخصوصية. كانوا حاسين ان البنات وقعوا فيهم فقالوا نستغل الفرصة، لكن لما بصوا تاني لقوا ديب وهيلي الكيوت مشيوا، وجي مكانهم بنتين من الحجم العائلي. وتحت قابل البنات ليزا اللي قالت لهم خدوا راحتكم الشاور فوق يرد الروح. وفي مطعم قريب بنشوف جد وجدة وايت بياكلوا وبيقولوا لازم نعدي على وايت الخلبوص نطمن عليه. في الوقت ده إيان وماكس كانوا بيحاولوا يظبطوا مع ليزا، لكن هي رفضت وقالت لهم إنها بنت ناس وإنها ملك الوايت وجاري بس. وبعدها بيعتذر إيان وماكس الوايت وجاري وبيطلبوا منهم بمنتهى الذوق يستلفوا ليزا شوية، فبيرفضوا لأن مشاعرهم ناحية ليزا عميقة جدا جدا. فبيقدم ماكس ليهم عرض رائع إنهم يسيبوا ليزا ليهم مقابل إنهم يسيبوا لهم هيلي ودب. فبيقول لهم جاري وايت وعلى إيه كل ده، ما نخترع لكم واحدة جديدة أحسن. وبيتقلب المكان أول ما بيدوسوا على زرار الإنتر تاني، وبنلاقي راجل وست في صورة بيرقصوا، والمطبخ بيزرق والهواء بيشفط كل حاجة وبيطلعها من المدخنة. وبنلاقي واحدة بتقع في البحيرة. كل ده وايت وجاري مستخبيين تحت الترابيزة. وفجأة بتظهر لهم بنت واللي بتطلع ليزا وبتقول لهم انتوا نسيتوا تحطوا صورة بنت أو عروسة لعبة حتى. والجهاز لقط صورة صاروخ في أول صفحة في المجلة، وبيظهر الصاروخ فعلا وبيرشق في السقف. بعدها بيدخل الجد والجدة اللي بيضربوا كل اللي بيجي في سكتهم، وبيقولوا لليزا احنا هنبلغ البوليس. فليزا الخبيثة بتتصرف وبتجمد الجد والجدة وبتسيبهم في الدولاب ولا الفراخ البانيه المجمدة. وليزا كانت خلاص جابت آخرها من الولدين وكانت عايزاهم يبقوا شجعان، فعملت خطة. وفي الوقت ده بيقتحم شباب على موتوسيكلات البيت وخبطوا وكسروا كل اللي بيقابلهم. وفجأة بيظهر أشكال غريبة ومعاهم بنت بسلسلة وبيضربوا نار، ما تفهمش بيجاملوا واحد في فرح ولا إيه. فليزا بتروح لجاري وايت وبتقول لهم خرجوا العالم المجانين دول من هنا، دي فرصتكم علشان تكونوا أبطال أخيرا. وبيرفض الولدين كالعادة، فبيجي وحش بيكسر الدولاب عليهم. بعدها بيسألهم الراجل المسلح انتوا صحاب الحفلة، وبيسف عليهم وبيمسح بكرامتهم بلاط الكومباوند وكله بيضحك. لقوا كمان بيشدوا ديب وهيلي والدم جري في عروق الشابين، وطلبوا من الزعيم انهم يسيبوا البنات.
وبيسوق جاري فيها وبيقول له سيب البنات واعتذر للناس واتكل على الله من هنا بدل ما زعلك، وبيطلع مسدس قبل ما الراجل الغريب يتحرك، فبيسيبوا البنات لحالها وبيمشوا. بعدها بيقعد وايت وهيلي يتكلموا عن اللي حصل، ونفس الكلام بيحصل بين جاري وديب، وبتسأله ديب عن حقيقة مشاعره ليزا، وشكل غيرة البنات اشتغلت، وبيقول لها ليزا فيها كل حاجة الواحد يتمناها في بنت، بس ده قبل ما قابلك لأن دلوقتي عايزك انتي. وديب فرحت لما سمعت الكلام ده وباست جاري. وتاني يوم رجع تشيب الرخم للبيت وشاف البيت عليه وطيه، فدخل على وايت يتخانق معاه، ولقى ديب وجاري نايمين فقال ملناش صالح بيهم. لكن لما لقى وايت وهيلي سوا ضرب عيارين في الهوا وقال لاخوه اشرح لي اللي حصل بالظبط. فبيقول له وايت اصبر عليا، لما تيجي ليزا هتفهمك كل حاجة. وبيروحوا المطبخ وليزا بتشرح لتشيب القصة كلها، لكن هو ما كانش مصدق وبيقتنع لما بيشوف الجد والجدة متجمدين، وبياخد الولدين البنات علشان يروحوهم، وبتأمر ليزا تشيب انه ما يحكيش حاجة من اللي حصلت. بعدها بنشوف جاري بيوصل ديب وهو طاير بأقصى سرعة، وكمان وايت بيودع هيلي وبيتكلموا ازاي اتبسطوا سوا. اما جاري فبيعترف لديب انه مش الباد بوي اللي تتمناه البنات، وانها لازم تحبه زي ما هو. وبيمشي الشباب بعد ما وصلوا البنات، وفي البيت تشيب كان شكله قفل دماغه مع ليزا، فاضطرت تحوله لكائن ملوش ملامح، وبيترجاها ترجعه تاني لشكله الطبيعي، وانه مش هيقرب من وايت وجاري تاني. وبتقوله حاضر بس بعد شوية. وبيدخل الولدين البيت وبيقابلوا تشيب الوسيم اللي بيعتذر لهم، وبيروحوا أوضة ليزا علشان يشرحوا لها إنهم معجبين بالبنتين، وبيسألوها هل الكلام ده جرحها، فبتقول لهم بحنان الأم أبسولوتلي إطلاقا، أنا كل هدفي إنكم تكونوا سعداء. وبتودعهم وبتقول لهم إنها كده أدت رسالتها ولازم تمشي، وبتختفي وسط الدخان. بعدها كل حاجة بترجع لطبيعتها تاني، حتى تشيب نفسه بيرجع لشكله الأولاني، وبيرجع أهل وايت من جمصة في الوقت المناسب، وبيسلم وايت وجاري عليهم ولا أكن في حاجة حصلت. وبينتهي الفيلم في المدرسة وليزا واقفة قدام الطلبة وبتطلب منهم يعملوا التمرين بتاعهم، لكن الولاد مش بيقاوموا جمالها وبيقعوا من طولهم. وبتتبسط ليزا لما بتحس إنها جميلة قوي للدرجة دي. وبتكون دي نهاية فيلمنا النهاردة.